الفيل الأزرق حباية الموت. طبعا زي ما باين من دخلة وعنوان الفيديو اننا النهارده هنتكلم عن حباية الفيل الازرق او باسمها العلمي الدي ام تي. وطبعا طلع لك كذا فيديو عن الموضوع ده وكلهم كلامهم نفس الكلام، ان مادة الدي ام تي دي مادة بيفرزها الجسم لما بتيجي تموت علشان يهيئ جسمك للموت وعقلك والحاجات اللي هتشوفها في الحياة التانية. وده حرفيا اللي كل بتوع الفيديوهات بيقولوه، وبيقعدوا يهروا في كلام تاني زي ان 70 او 75% من اللي بيستعملوا الحباية دي بيموتوا منتحرين، والرقم على طول في النسبة دي لا بيزيد ولا بيقل، كلهم بياخدوا كوبي بيست. ولو النسبة دي ما ماتتش منتحرة بيعيشوا مرضى نفسيين. انا بقى جاي اقولك ان كل ده هبد، علشان اللي بياخد اي حاجة تخليه يعمل دماغ او يشوف اي حاجة بيكون عارف ان اللي حصل ده بسبب اللي هو اخده. ففي الاغلب والحاجات دي بتحصل هو بيكون مدرك ايه السبب اللي بيحصل ده، فالمفروض انه بشكل ما واعي اللي بيحصل وهو عارف سببه. انت فاهمني؟ هو عارف السبب ليه هيعمل كده. طبعا انت لحد دلوقتي بنسبة كبيرة شايفني بهبط. انا مش هقول لك بقى عملوا ابحاث مش عارف فين ومختبر ايه والكلام اللي اقرع ده. انا هوريك فيديو لواحد اخد مادة الدي ام تي خام، مش مخلوطه باي حاجه زي الفيل الازرق، ومش مجرد كلام اسمعهولك واقول لك روح اقرا مش عارف فين. انا ممكن اكتب اي حاجه في اي حته واقول لك روح اقراها، او انقي الحتت اللي فيها كلام اللي هيمشي مع الفيديو بتاعي وهتروح تقراها وهتصدقني. بس انا مش هعمل كده، انا هوريك بعينك. شربتها يا كروديا؟ وزي ما انت شايف الراجل اخد الحبايه هو وصاحبه، والاتنين ناموا على طول ومش بيتحركوا طول الفيديو، واللي بيتحرك فيهم ايديه بس اللي بتتحرك وجسمه سايب، وقاعد بيضحك طول الفيديو زي ما هتشوف دلوقتي. هل ده رد فعل حد هيموت نفسه او يأذي نفسه؟ ده اصلا مش قادر يتحرك. ودلوقتي هجرب فيديو شوية وهوريك لما صحى. شايف قاعد عمال يضحك برضه وقام حضن كل الناس اللي موجوده والدنيا عادي، يعني صاحي في وعيه وعارف ان كل اللي شافه ده بسبب اللي هو اخده، عارف ان هو ما كانش في وعيه. فلو اللي بياخد الحبايه دي او لما بيفوق منها بيقتل نفسه، الشخص ده قام بيضحك وحضن اللي حواليه ليه؟ عارف هتقعد تفكر برضه ومش هتفهم حاجه. وانا مش عامل الفيديو ده اقول لك ان الماده دي مش شريره وجميله وقشطه، جرب. بس عشان كل ما افتح فيديو عن الموضوع ده عشان احاول افهم ايه ده، بشوف كل الفيديوهات بيقولوا نفس الكلام بالحرف من غير ما حد يراجع حرف منه. وفي الاول والاخر كل ده محتوى على السوشيال ميديا، بس برضه في الاول والاخر انت عندك دماغ توريك الصح من الغلط. اوعى تنام يا يحيى. وبس كده يا زميلي، الفيديو بقى خلص. متنساش اللايك والشير والكومنت. سلام.